أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة أي حاجة في رغيف. النهاردة مش هنتكلم عن صوت شيرين، لأ إحنا هنتكلم عن صوت شيرين وهو مش طالع. يا لهوي يا شيرين، لأن اللي حصل في مهرجان موازين كان حلقة من مسلسل إزاي تفاجئ جمهور ب200 ألف بني آدم بتسجيل صوتي من الفريزر. شيرين راجعة بعد 9 سنين لمهرجان موازين، والجمهور المغربي بيستناها كأنهم بيستقبلوا كوكب صوتي نازل من السما. 200 ألف بني آدم واقفين بالساعات، شافوا الإضاءة، سمعوا المزيكا، استنوا الصوت، لكن فجأة الصوت كان شغال، بس بوشها مش بمناخيرها. يعني البلاي باك بدأ وهي لسه بتحيي، المايك في إيدها، والصوت شغال من السما، لا بلوتوث ولا ايربودز، ده تسجيل من أيام حفلة الجونة 2018. الجمهور: صوتك صوتك، يعني بالدرجة المغربية، بركم التمثيل، عطينا شيرين ديال بالصح. الجمهور حس إنه داخل يسمع حفلة، لقى نفسه بيتفرج على حفلة تنكر صوتي. ناس سافرت، دفعت، وقف على رجل واحدة، وهي جاية بيو اس بي. وبعد شوية شيرين قالت لهم: أنا تعبانة بس هغني لكم. يا ستي، إحنا كنا فاكرينك تعبانة من الحب، طلعتي تعبانة من الميكروفون المباشر. يعني انت صوتك بيوجعك بس صوت التسجيل مرتاح. اللحظة اللي قلبت الدنيا، الجمهور بدأ يهاجم. شيرين قررت تفاجئهم وتغني لايف. طلع صوتها، أيوة، حلو طبعا، بس متأخر قد إيه؟ بعد ما الثقة وقعت على الأرض واتهرست تحت 200 ألف كعب. وخرج علينا الفريق الدفاع، المحامي بتاعها: دي تعبانة وممنوع تغني. طب ما تقول من الأول، ده حتى الحلاق بيقولك قبل ما يبدأ في شفرات جديدة ولا نشتغل على القديم. المشكلة مش في الغنى، المشكلة إنك بتتعامل مع جمهور كأنه ما بيفهمش، كأنهم جايين يصفقوا لأي صوت وخلاص. لا يا بيه، الجمهور العربي بقى عنده ودان صاحية، واللي يلعب بالبلاي باك البلاي باك يلعب بيه. شيرين صوتها عظيم محدش يقدر ينكر، بس لما الصوت يتحول لملف MP3 بيتذاع والشخص الحقيقي واقف جنب المايك زي المشرف على التشغيل، يبقى احنا في حفلة مش موسيقية، حفلة تمثيلية. الخلاصة: الجمهور ما بقاش بينضحك عليه، وشيرين محتاجة تراجع جدول الحفلات قبل ما تراجع ملفات الصوت.